ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدأ العظمة بتاعت النهاردة؟ يلا بينا. النهاردة بنكمل حكاية تاكاهومي وعمه يوسكي اللي بيصحى من غيبوبة بعد 17 سنة، وبيبقى اكتسب قدرات خارقة من رحلته للعالم الموازي. وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي أبطالنا بيتفرجوا على ذكرى ليوسكي وهو بيقاتل وحش بيسحر الناس بأغانيه. ولما يوسكي بيجي يهجم على الوحش وبيقرب منه، بيكتشف إن ده تمويه عاملاه ميبل. ويوسكي بيسألها هي بتعمل ايه في الغابة، وبيقول لها انها كده بتعرض نفسها للخطر. ولكن ميبل بتوريه الجاكيت السحري بتاعها اللي بيسمح لها انها تغير شكلها الخارجي لوحش. يوسكي طبعا بيتصدم لما بيشوفها بتتحول قدامه، وبيسألها هي ليه مش بتشتغل كفارسة في القرية مع الملك. ميبل مش بترضى انها تقوله انها اتطردت، بتقوله انها استقالت علشان تبقى حرة، وانها بتحط وهم الوحش المغني ده علشان تبعد الخطر عنها. ويوسكي بيفهمها غلط وبيحسبها انها بقت بتهجم على الناس، وبيستعد ان هو يقاتلها.